السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ كله تمام؟ والله انا بحبكم في الله، وبالذات جمهور الاهلي بعشقه، لان انا من عشاق جماهير الاهلي قبل النادي كمان. خلي بالكم، لان جمهوره وافي جدا. والله العظيم انا ما شفت جمهور زي جمهور النادي الاهلي، بجد حاجة محترمة. نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهم حاجة أما بعد دي حلوة. أما بعد عرفتوا اللي أنا قلته؟ والله العظيم كابتن محمود الخطيب قال، وكله بياخد مني. لما أنا قلت للكابتن محمود الخطيب هات حسام البدري، أهو حسام البدري جاي. أنا قلت الكلام ده، وبص على الفيديوهات، بص على الفيديو اللي قبل ماتش الزمالك وبعد ماتش الزمالك. قلت له يا كابتن محمود هات مدرب وطني، لأن كل المدربين الوطنيين بيحبوا بلدهم، ده شيء طبيعي. لكن أنا أجيب بقى برنيطة خ... يعني إحنا عندنا عقدة الخواجة. أنا قلت الكلام ده محدش صدقني، بس أول واحد قايل للكابتن محمود الخطيب هات حسام البدري العبد لله، العبد لله، مش حد تاني. وشوف الكارثة بقى، الكارثة اللي هتحصل بكرة. جايبين محمد الغازي يحكم ماتش الزمالك. مش أنا قلت لكم يا جدعان العملية مفقوسة؟ محمد الغازي ده حكم الماتش اللي فات للزمالك برضه، وهيحكم لهم ماتش تاني، مش ماتش الاهلي، لا ده ماتش قبل كده في الدوري برضه. طب هنعمل ايه؟ نخلص من اوفا، واسمه ايه الحكم بتاع الخرابه بتاع بيراميدز ده، الحكم بتاع، قول معايا، اسمه محمد اوفا ولا ما اعرفش اسمه ايه، اللي حكم ماتش سيراميكا والاهلي، اسمه اوفا، ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، ولا اسمه فوده ولا، والله ما بفتكر الاسامي بتاع الحكام الوحشه، لكن الحكام الكويسه انا بفتكر اساميها. لكن محمد الغازي ده هو اللي هيحكم برضه زي اخوات الاتنين مع بعض. فانا بقول لكم الدوري ملاكي يا جدعان، وانا وانتوا اهو، والله عليا النعمه الدوري ملاكي. وبكره هتشوفوا فضايح للصبح. عموما نقول تشكيل ايه النادي الاهلي ان شاء الله: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ياسين مرعي، هاني رياض، هادي رياض، هادي رياض، محمد شكري، مم، مين تاني؟ محمد شكري، ايوه، ومحمد كوفي، لا، ديانج، ديانج ومروان عطية، وعمرو، وديفيد شارل سمحون، وعندك طبعا بن شرقي، وتريزيجيه طبعا مش هيلعب بجد، لأن تريزيجيه واخد يا ولدها يا عيني، يعني ربنا يشفيه ويعافيه، كويس مش هيلعب.
هو واخد حوالي 5 غرز في رجله. ربنا إن شاء الله يتم يشفيه على خير يا رب، ويشفيه ويعافيه. ما هو زي ولادي برضه، لازم نقول إيه، إحنا نقول ها هو بيضيّع فرص وكل حاجة، بس أمّا يحصل له حاجة نقول ربنا يشفيه ويعافيه. ليه؟ عشان إحنا بنحب ندعي للعيبة، مش ندعي حتى لو من الزمالك وعلى لعيب اتصاب لازم نقول ربنا يشفيه ويعافيه، لإنه برضه زي ولادنا، مش نشمت فيه، الشماتة وحشة، وأنا ما باحبش أشمت في أي لاعب حتى لو من الزمالك. بس وطبعًا الواد مروان عثمان ده بصراحة عاجبني، والله عاجبني في الهجوم، يعني بيموت نفسه، يعني بصراحة أحسن من شريف المخيف. بس إمام عاشور اللي هو عمله ده يعني بصراحة ما يعدّيش مرور الكرام، اللي بيعمله ده كده هيأثّر على إيه، على اللعيبة. أنت مش عايز تلعب، ما تلعبش يا عم. هو كمان يعني ممكن ما يكونش محطوط في التشكيل، اللي هييجي بقى ويعلّم الناس دي النادي ده شكله إيه، هو حسام البدري. زي ما أنا قُلت، حسام البدري شخصية قوية، وهييجي طبعًا بالجهاز بتاعه، جهازه مش هيتغيّر، هييجي بيه، واخد بالك؟ فطبعًا آآ إحنا ما لناش دعوة بقى بالغازي ومش غازي، إحنا ما لناش دعوة بالناس الغُزاة دول، اللي بيغزوا البلاد دول، ما لناش دعوة بيهم. وعندنا كمان الواد طاهر كويس، والشحات الله أكبر عليه. يعني عندنا الشحات برضه لعيب حلو محترم، بس أنا نفسي قفشة يرجع. قفشة كان مبدع مع الاتحاد السكندري، عايزينه يرجع تاني للأهلي، لأن الواد بيمضي على بياض، ما بيقولش آخد كام. واد لعيب حلو، ماسك خط النص بتاع الاتحاد النهارده كان هم اتغلبوا ماشي، بس بصراحة يعني هو اللي كان فارق في الفرقة، واخدين بالكم؟ فيا جماعة اللي أنا أقول لكم عليه يعني يا ريت يعني تسمعوه، اللي أنا أقول لكم عليه اعملوه. أنا قُلت حسام البدري وأهو جاي في الطريق، لكن إحنا أستاذ ياسين منصور عايز يجيب حكم أجنبي، طبعًا لأ، حكم أجنبي إحنا ما خدناش بطولات السنة دي، إيه السوبر، إيه الفيدرالية، إيه طبعًا كل ده مش هينفع. طبعًا كابتن الخطيب بيعيد حساباته، وهو مُصِر على حسام البدري، يعني طبعًا ده راجل رئيس نادي وهو عارف مصلحة النادي، ما حدش عارف مصلحة النادي إلا هو. وطبعًا الأستاذ ياسين منصور ده راجل محترم و وراجل قيمة وقامة، يعني برضه بيساعد النادي كتير برضه، وربنا يبارك فيه يعني. فبرضه الكابتن الخطيب عايز يجيب حسام البدري، زي ما أنا قُلت له، ما أنا قُلت له: "يا كابتن الخطيب هات حسام البدري." أصل أنا حسام البدري يا عم هو كان ماسك بيراميدز، يعني أنا دلوقتي مثلًا رُحت اشتغلت في مثلًا في شركة، وجه صاحب الشركة أو أنا عملت معاه أي مشكلة وسِبت الشركة ومشيت، ورجعت الشركة بتاعتي القديمة، ما فيهاش مشكلة، ده شغل، هو مش لأ أنت رُحت هنا لأ ده شغل، يا جدعان ده شغل، مش ده شغل. الراجل كان ماسك مثلًا رئيس نادي بيراميدز عشان راجل قيمة وقامة، ما فيش مشكلة،
ساب النادي وراح قطر. هو يعني الكابتن خطيب قال له تعالى، قال له أنا ممكن أصفي أعمالي مع الدحيل، الدحيل القطري. يعني شوف بيقول إيه، أنا هتعامل مع الدحيل. يعني الواد صالح جمعة ده لما حب يمشي من الأهلي قال لا خلوه، والواد فرق برضه. جه المدرب اللي بعديه مشاه. فيا جدعان حسام البدري شخصيته قوية جدا، وهيعرف يفرمل أي حد. خلي زيزو في اليمين زي ما أنا قلت، يعني لو زيزو لعب خليه في اليمين، ما تخلوليش في الشمال عشان ده مش مكانه. ومروان عطية ده الله أكبر عليه، يمسك نص الملعب هو ديانج، ما خلوش، وخلي الإمام قدام خط النص، والوينجين يبقوا قصاد بعضيهم بين شرقي وزيزو. يعني هعمل لكم التشكيلة يا جدعان، بس زيزو ما يتحركش من اليمين، اليمين ده بتاعه، ده مكانه، مكانه، كل واحد في مكانه. بن شرقي مكانه في الشمال، وهاني يبقى وراه ورا زيزو. ايوه. الجماعه وهو ياسر ابراهيم رجع الحمد لله، ربنا شفاه وعافاه. برضه الواد مدافع الله اكبر عليه، حلو. والواد مصطفى شوبير الله اكبر عليه، يعني صد ضربة الجزاء اللي هي كانت ظلمة اساسا. الواد حدف نفسه، شكك الحكم فيها. ها، شغل، شغل بتاع حورين يا تيتا. ايه ده، انا ما شفتش فرقة زي دي خالص يا جدعان. و... والجمهور بتاعها مش عارف عيان ولا في ايه، ماشي ورا الرايقة. احنا لما الاهلي يبقى في حاجة بنقول وبنديهم على دماغهم، لكن دول الزمالك مغلوب مش مغلوب، اهو ماشيين مع الرايقة. الله، فما ينفعش يا جدعان. اهو مدحت شلبي طالع يعتذر. انت انت بتتكلم على كابتن محمود الخطيب وبترجع تعتذر؟ مقبول يا عم اعتذار، مفيش مشكلة. بس انا بقول يا جدعان، الراجل هيجي بجهازه وهو هيظبط البشر اللي بتتنطط، هيظبطها. يعني اي لعيب هيتنطط هيقعده على الدكه، مش هيلعبه. وبيخصي حسام البدري. ليه مش حسام البدري ده اللي كسب الزمالك بالناشئين 3-0، 3-1 باين ولا 3-2 بالناشئين؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ هو ده حسام البدري. ليه احنا بقى ده راجل ابن النادي، مفيش مشكلة لما كان راح هنا ولا راح هنا، ايه المشكلة يعني؟ عادي. انا قلت للكابتن الخطيب يا كابتن هات حسام البدري، وبصوا على الفيديوهات اللي قبل كده بتاعتي، بصوا عليها، هت... هتعرفوا ان انا قلت للكابتن محمود الخطيب يا كابتن هات حسام البدري. الراجل سمع كلام، وهيجيبه احسن من 100 واحد اجنبي.
أولًا حسام البدري عنده خبرة في أفريقيا، عنده خبرة في الدوري المصري، أمّا أنت تمشّي المدرب ده بقى وتجيب مدرب أجنبي تاني لسه ما خدش على الفرقة يكون نُص الدوري راح اللي جاي. لو أنا باتكلم غلط قُل لي أنت بتتكلم غلط يا حاج خيري. لكن ده عارف اللعيبة، وعارف الدوري المصري، وعارف الفرق دي بتعمل إيه، ودي بتعمل إيه، ودي بتعمل إيه، وممكن يكون عارف خطط الفرق اللي بتلعب. لكن أنت هتجيب لي واحد أجنبي بقى، دخل الأجنبي ما يعرفش الفرقة لسه، على بال ما نعمل التعارف وأنت اسمك إيه يا حاج، وأنت اسمك إيه يا كابتن، وأنت اسمك إيه يا فلان يا علان، يكون نُص الدوري راح، يكون اتغلبنا 3، 4 ماتشات جنب بعضيهم والّا 6 ماتشات تعادلناهم، زي ما حصل دلوقتي. صح والّا أنا غلطان؟ فإحنا نجيب واحد يبقى عارف بلدنا شكلها إيه، وطني، وطني عارف بلدنا، وعارف لعيبتنا، وعارف أفريقيا، ويع ويقدر يدوّر المنظومة بطريقته هو وجهازه اللي هيجيبه، واخد بالك؟ وعايزين يجيبوا مدير كورة طب أنت هتجيب مدير كورة ليه؟ ما أنت عندك حطيت سيد عبد الحفيظ في إداري، طب ما تخلّيه مدير كورة زي ما هو، وحسام البدري يبقى معاه، خلاص كده، يحطّوا على اللعيبة الاتنين. أصل أنت مش هتلاقي مدير كورة زي حسام زي سيد عبد الحفيظ. قالوا لهم هاتوا مدير كورة بركات، قال لك بركات بيهزر وبيضحك ومش هيعرف يحكم على اللعيبة، يهزر كتير. أنا معاك في دي، كابتن بركات بيحب الهزار وبيحب الفرفشة، أنا معاك في دي، واللعيبة دي عايزة مدير كورة يشكمهم، آه، لكن حسام البدري هو اللي هيروّقهم، هيروّقهم صدّقني، اللي أنا قُلت عليه الحمد لله حصل، وما حدّش قال إنه حسام البدري هييجي قبليّا، اللي قال قبليّا يا عم أنا أتأدّب بأي حاجة تقول لي عليها، ما حدّش قال حسام البدري هييجي إلا أول واحد العبد لله، ما تقوليش بقى أنت جِبت المعلومة منين، ما تقوليش، هتفتكر إن أنا كلمت الكابتن محمود الخطيب؟ برضه مش هاقول لك، صدّقني ما هاقول لك، وأنا عارف إن حسام البدري هييجي من الدحيل يدرّب الأهلي، يابا ده سر المهنة بقى، وسمعت تقريبًا كابتن الأستاذ أبو المعاطي زكي بيتكلم في موضوع حسام البدري النهارده، فأنا كنت عايز أتصل بيه أقول له أنا قايل قبليك يا أستاذ أبو المعاطي، يا ريت تتفرّج على الفيديوهات بتاعتي وتشوف، فما رضيتش بقى إن أنا أتصل بيه، مع إن أنا معايا رقمه الحمد لله هو راجل محترم وغني عن التعريف يعني، أستاذ أبو المعاطي زكي ده أستاذنا يعني، أستاذنا أستاذنا في الكورة يعني، في الصحافة يعني، هو راجل أستاذ كبير في الصحافة، لكن إحنا على قد حالنا يعني. فأنا قُلت لكم حسام البدري هييجي والحمد لله، حسام البدري جاي بفضل الله علينا، وإن شاء الله بكرة يا رجالة نعمل ماتش حلو ونلعب برجولة زي ما لعبنا في ماتش الزمالك، وما لناش دعوة بقى بالحكام بقى يحكم لده ما يحكمش لده، هو وضميره، ما نحطش دماغنا في الحكام، خلّينا إحنا وما نحطش دماغنا في الفريق اللي بيلعب الناحية التانية، يعني الزمالك بيلعب، بيراميدز بيلعب، ما لناش دعوة، إحنا نلعب لينا إحنا.
نلعب نمتع نفسينا ونلعب برجولة. خلاص يا رجالتنا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم، وإن شاء الله بإذنك يا رب هتغلبوا 2 أو 3 بالكتير أوي، وأنا وأنتوا أهو. الأهلي بكرة إن شاء الله هيكسب يا 2 يا 3، وده بإذنك يا رب. دي توقعات الحاج خيري، أو توقعات جده خيري يعني. ماشي يا رجالة، وأسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.